خلاص يا إبراهيم، ادفع لها أنت ال2000 جنيه اللي ناقصين دول، ولما تبقى تطلع بالسلامة ابقى حاسبها، ولا شوف هتعملوا إيه مع بعض، أنتوا أحرار. وانا مالي؟ وادفع لها ليه؟ اتصرفي انت وادفعي لها، هو بقيت حاسبي انت واختك بعدين، انا مش معايا فلوس دلوقتي. ده الكلام اللي جوزي سمعه لأختي وأنا لسه في المستشفى بين إيدين ربنا، واللي خلاني آخد القرار اللي صممت عليه، وعمري ما هرجع أندم عليه في يوم من الأيام. بس الأول خلوني أحكي لكم من البداية عشان نعرف أصل وفصل الحكاية. بس بدعوكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2 وقضايا حكاوي الدنيا، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبينا نبدأ حكايتنا. أنا يارا من أسرة متوسطة، وتقدم لي إبراهيم وطلب إيديا، ووافقت عليه بعد ما بابا سأل ولقى شخص محترم وابن ناس، حتى السجاير ما بيشربهاش. واللي طمني ليه أكتر موقفه من شغلي. هقول لكم واحكي لكم إزاي. بصوا كده، انا خلاص ظبطت اجازة الجواز ان شاء الله يا يارا، هاخد اسبوعين، بس قبل ما امضيها قلت اشوفك انت الاول ناوية تعملي ايه في شغلك. ده اللي كنت عاوزة أخد رأيك فيه. بص يا سيدي، أنا أصلا جاي لي فرصة شغل تبع واحدة صاحبتي في شركة قطاع خاص كبيرة. طيب وشغلك الحكومي هتعملي فيه ايه؟ عصفور في اليد خير من ألف على الشجر، وانت عارفة كويس قوي القطاع الخاص في أي وقت هيقولك باي باي مع السلامة. علشان كده فكرت، قلت أقدم على أجازة بدون مرتب سنة ولا 2. بصراحة مرتب الشغل الجديد يستاهل، وهو أكيد هيفرق معانا. بص يا يارا، شوفي الأنسب ليكي واعمليه، وبالنسبة للبيت وطلباته فده مسؤوليتي أنا لوحدي، وأنا اللي هشيلها إن شاء الله، انت مالكيش أي دعوة بيها. خلاص يا سيدي ماشي، بس أنا هقدم على أجازة بدون مرتب، وهكلم الشركة الجديدة أنزل فيها بعد أسبوعين من جوازنا إن شاء الله. هو ده اللي أنا عملته فعلا، وحسيت وقتها إن إبراهيم مش متجوزني وعينه على مرتبي زي اللي كنت بسمع عنهم كتير في وسط ناس موجودين حوالينا. هو اتجوزنا، لكن بصراحة اتجوزنا بعد مساعدة إخواته ليه واللي كان دين عليه لحد ما نتجوز. وده اللي عرفته بعد الجواز بكام شهر، لما لقيت أخوه وأخته بيزورونا ويقولوا له: عامل ايه يا ابراهيم؟ اخبار الجواز ومصاريفه معاك ايه؟ اهو الحمد لله والله يا اخويا، رغم اني لسه بقول يا هادي وماشي على القد قوي، بس برضه اللي جاي على قد اللي رايح. لما انت من اولها بتقول كده، امال الفلوس اللي عليك لاخواتك هتسدها ازاي؟ هو انت مش قلت بعد كام شهر من الفرح هتبتدي تسد فيهم؟ ما ديك شايف اهو يا محمد الدنيا بتغلى ازاي، وهم كده كده دين في رقبتي، ما تقلقش انا مش ناسيهم. طب إيه رأيك إحنا نعمل جمعية كبيرة، وإنت هتدفع فيها كل شهر 1000 ولا 1500، واللي هتقبضه منها نسدد بيه ديونك. إيه رأيك؟ والله يا هند انا مش ممانع، بس يعني ده حوالي ربع مرتبي، هعيش بالباقي ازاي بس؟ وانا بقول لكم اني لسه يا دوبك فاتح البيت وماشي على القد جدا. ما هو زي ما أنت عليك التزامات يا إبراهيم، إحنا كمان علينا التزامات والتزامات ولادنا. وأنا قلت لك من الأول بعد الجواز المصاريف هتزيد وهتتزنق أكتر، ومش هتعرف توفر. انا مش عارف، بس مش عارف كان لازمته ايه الاستعجال، اديك مزنوق وزنقنا معاك اهو يا عم. ما تزعلش مننا يا اخويا، بس انت بنفسك شايف فتحة البيت مش سهلة ازاي، ما بالك احنا بقى كل واحد فينا عنده عيلين وتلاتة. عندكم حق عندكم حق، عموما ما تقلقوش، انا بحاول اتصرف. حاضر ان شاء الله في اقرب وقت. كل الكلام ده ويا دوبك لسه متجوزين بقالنا كام شهر وبس، وزي ما انتم شايفين بقى هم نزلوا من هنا، وإبراهيم بقى حاله بالشكل اللي انتم شايفينه ده من هنا. ولأني فعلا كنت بحس إن إحنا واحد، وطول عمري شايفة أمي ظهر لأبويا وقت الأزمات زي ما هو طول عمره سند ليها ولينا طول الوقت، قررت بقى أعمل زي ما هتشوفوا كده. إبراهيم، أنا سمعت اللي حصل ما بينك أنت وإخواتك غصب عني، لأن فعلا صوتكم كان عالي قوي. ما تقلقيش ولا تشغلي بالك، دول اخواتي واكيد يعني هيصبروا عليا، ما هم معذورين عشان برضو ظروفهم.
ايوه طبعا عندهم حق، انا ما قلتش حاجه، وكتر خيرهم كمان ان هم وقفوا جنبك في اول حياتك. بس المهم عندي انك ما تزعلش نفسك بالشكل ده، لان انا عندي الحل يا ابراهيم. حل؟ حل ايه بس اللي هيكون عندك يا يارا؟ اتفضل يا ابراهيم، انا اتصرفت في جزء من الذهب بتاعي، بعته، والحمد لله جاب مبلغ كبير قوي، وان شاء الله هيغطي كل اللي عليك لاخواتك. ليه بس كده؟ ليه اتصرفتي من غير ما تقوليلي؟ وفيها ايه بس يا ابراهيم؟ احنا واحد، يعني لو انا محتاجه حاجه اكيد مش هتقف تتفرج عليا. يلا يا حبيبي خدهم وروح سد اللي عليك. وفعلا اخدهم وراح رجعهم لاخواته اللي وقفوا له على فلوسهم زي ما انتوا شفتوا. وعدت الازمه، بس بقيت بلاحظ ان كل ما اتكلم معاه يقلب عليا فجاه، يعمل مشكله من مفيش، ويقول اللي هتسمعوه ده. ما تيجي نخرج شويه مع بعض، اهو نتمشى في اي مكان يا ابراهيم. لا لا لا، انا تعبان قوي النهارده ومش قادر. هو انت كل حاجه تقول لي تعبان ومش قادر؟ خليك جدع بقى مره معايا، ما انا جدعه معاك اهو، ده انا حتى لسه عامله لك الكيكه اللي بتحبها. يعني ايه؟ قصدك ايه؟ انا مش جدع؟ ولا انت كل شويه هتبقي عاوزه تفكريني انك صاحبه فضل عليا وخلاص؟ إيه فضل ايه بس يا ابراهيم؟ هو انت كل شويه تقول لي الكلام ده؟ انا اصلا ما فتحتش سيره بموضوع الفلوس ده، بلاش طريقه الكلام دي معايا لو سمحت. انا اتكلم بالطريقه اللي تعجبني ومحدش صاحب فضل عليا، انت فاهمه ولا لا؟ كنت اسكت واقول معلش، ساعة شيطان يا بت، اسكتي وعدي خلي المركب تمشي. وإن جيتم للحق بقى، هو شايل مسؤولية البيت كاملة ومش مخلي البيت ناقصه أي حاجة، لكن بقى أي حاجة تخصني ما بيحاولش يجيبها لي خالص، ولا حتى يسألني في مرة ناقصك حاجة، عاوزة حاجة ولا لأ، كده يعني. رغم إن ربنا ما شاء الله مع الوقت فتحها عليه ومرتبه بقى أحسن كتير، بس كان كل ما يتكلم يقول لي دايما انتي موظفة ومرتبك كبير، وانا كل ده كنت بحاول ماخدهوش على سبيل الجد، لحد ما انا نفسي اتعرضت لأزمة صحية كبيرة قوي، وكان ده كلام الدكاترة ليا. هيا يسرى، طمنيني يا بنتي على حالة اختك. للأسف يا ماما حالتها صعبة، لازم تعمل عمليتين ورا بعض. هي حبيبتي يا بنتي، طب يعني انتي مرتاحة للدكاترة دي يا يارا؟ متأكدة منهم؟ ايوه يا ماما، دول هم الوحيدين اللي بيعملوا العمليات دي في مصر، من اشطر وانجح الناس في المجال ده. ازاي يعني؟ اكيد في دكاتره تانية بتعملها وبتكلفه اقل، دول كمان متعاقدين مع مستشفيات معينه ما بيعملوش غير فيها، وكلهم اغلى من بعض. انا رايي نستنى ونشوف غيرهم. ازاي بس يا ابراهيم؟ ما انت كنت معانا وسامع بنفسك العمليات دي ما بتتعملش في مصر الا مع عدد دكاتره محدده، عشان كده الدكتور الاولاني حولنا عليهم على طول، ولازم كمان تكون المستشفى فيها امكانيات معينه، دي صحه اختي يعني ما ينفعش فيها الهزار. لا، ما ينفعش فيها الهزار، بس انا بقى هجيب الفلوس دي كلها منين يعني يا جماعه؟ ما تقلقش يا ابراهيم، هو اكيد يعني مش هحملك كل التكاليف، بس لو تقدر تساعدني لان العمليتين هيكونوا في فتره قريبه قوي من بعض. بقول لك ايه يا يارا، انت موظفه ومرتبك كبير، وانا مش مسؤوله عن العمليات الغاليه دي والحاجات اللي انت بتشبطي فيها، ما كنا عملناها في اي حته حكومه وخلاص. سكت ما بقتش عارفه ادارك صوفي ازاي قصاد امي واختي اللي ساعتها تنحوله، بس سكتوا ما علقوش قصادي بولا كلمه. وفعلا عملت اول عمليه ومن غير اي مساعده منه تماما، لكن الصدمه الاكبر بقى وقت تاني عمليه، واللي برضه اتحملتها كلها لوحدي، لكن للاسف وقفت معايا على مبلغ صغير قوي، ومش هتصدقوا يا جماعه ولا هيجي على بالكم رد فعله كان ايه. بصوا كده. خلاص يا ابراهيم، ادفع انت ال2000 اللي ناقصين دول، ولما تبقى تطلع بالسلامه ابقى حاسبها، ولا شوف هتعملهم ايه، انتوا احرار مع بعض، بس انقذ الموقف دلوقتي. وانا مالي؟ ادفع لها ليه؟ اتصرفي انت وادفعي لها، وبقي تحاسبي انت واختك بقى بعدين. انا مش معايا دلوقتي فلوس، وحتى لو قدرت اتصرف ليه ابقى مديون للناس علشانها، وهي في الاخر موظفه والمفروض تبقى عامله حسابها في كل حاجه. عامله حسابها في ايه بس؟ عيب الكلام اللي بيتقال ده انت جوزها ومسؤوله منك، حتى لو كانت مليونيره. خلاص خلاص يا ابراهيم،
وروح طيب على الأقل هات العلاج ده. ولا العلاج ده أنا ملزم بيه، طالما هي قادرة تدفع. أنا مش مسؤول عن حاجة زي كده، ده كله مضاد حيوي غالي جدا. وطبعا كل الكلام ده أنا عرفته بعد ما فقت من العملية، وساعتها قررت إني أروح على بيت أهلي وطلبت الطلاق من غير ما تراجع. ولقيته جاي لي بكل بجاحة وبيقول لي: أنا مش مقصر في بيتي عشان تطلبي مني الطلاق، ومش ذنبي إنك اخترتي تتعالجي عند دكاترة غاليين قوي كده. مشكلتك مش في الغالي ولا الرخيص، مشكلتك في إنك أصلا فاهم معنى الجواز والقوامة غلط. ده أنا لو واحد صاحبك يا شيخ هتحاول تقف جنبه، هتوريله الجدعنة. اشمعنى أنا ما قلتش أنا مالي وبعت ذهبي علشان تسدد ديونك لإخواتك؟ والله أنا ساعتها ما غصبتش عليكي في أي حاجة، ولا حتى طلبت منك. أنت اللي عملت كده بنفسك وبمزاجك. أنا عملت كده عشان اتربيت على إننا كيان واحد، وإني لازم أقف جنبك زي ما أنت المفروض تكون جنبي في الوحش قبل الحلو. عملت كده عشان كنت فاكرة إني متجوزة راجل هيقدر وقفتي معاه وهيفهم إن اللي معايا ومعاه ده لمستقبلنا ولبيتنا. بس أنا كنت فعلا غلطانة، ودلوقتي يا تطلقني يا هخلعك، وبرضه هكون أنا الكسبانة. وقتها بقى خاف على شكله وطلقني، وخدت منه كل حقوقي. والنوعية الأنانية اللي زي دي ما بيعمرش أي بيت، والله لو اتجوز بعدية 10 ما في واحدة هتعرف تتحمله. لازم تفهموا يا جماعة إن زي ما الحياة الزوجية مشاركة، في نفس الوقت لما طرف بقى يدي أكتر من الطرف التاني الكفة وقتها بتميل والحال بيتقلب. اختاروا رجالة صح، رجالة تكون فاهمة دورها وفاهم يعني إيه قوامته على الست دي، علشان تتحقق ليها شروط، وهي إنه يكون أمانها وسندها، إنه يكفيها عاطفيا وماديا. وزي ما ربنا قال لنا في القرآن الكريم إن الراجل مكلف بالنفقة على مراته، وده شرط أساسي علشان قوامته عليها تتحقق وتبقى صح. علشان كده قال الرجال قوامون على النساء، ما قالش الذكور، علشان بين الراجل والذكر فرق كبير قوي، فرق السما والأرض. اختاري راجل، ملناش دعوة بالذكور.